السلام عليكم. مرحبا بكم أخواتي في قناة عالم هبة. لأول مرة تشوف الفيديو نتاعي نتمنى تعمل لي اشتراك، ثاني ما تنسوش تضغطوا لي على زر الجرس لكي يصلكم الجديد، وطبعا لايكاتكم وتعليقاتكم تسعدني بزاف بزاف وتفرحني. ومرحبا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي، وشكرا جزيلا على دعمكم لي. بزاف أخوات يعانيوا من الشفاه يعني المتشققة، فيها خشونة، فيها سواد. جبت لكم اليوم مقشر رائع للشفاه مع خلطة، يعني كريم تدهني به الشفاه، يعطيك توريد رائع للشفاه، لون طبيعي، لن تحتاجي إلى أحمر الشفاه بعد اليوم. وكنت عملت زوج وصفات يعني من قبل، لتوريد الشفاه، لتقشيرها، لنفخ الشفاه كذلك. راح نحط لكم الروابط في صندوق الوصف. نبداو اولا بالمقشر. عندنا السكر الاسمر والبني، واللي ما عندهاش السكر الاسمر البني تقدر تستعمل السكر الابيض العادي. عندنا كذلك ملعقه من زيت جوز الهند، كوكونات اويل، زيت جوز الهند هذه. عندنا كذلك عصير ليمون، هذا بالنسبة للمقشر. نأخذ ملعقة من السكر، نضيف لها ملعقة من زيت جوز الهند هكذا، نضيف لها قليل من عصير الليمون هكذا، ونخلط جيدا. هذا سكراب يعني مقشر، تقشير طبيعي، هذا عبارة عن تقشير هكذا. طريقة الاستعمال سهلة وبسيطة. تخفي مثلا هكذا من المقشر على الشفاه، بنفس الطريقة اللي في الصورة هكذا. تعملي التقشير هذا على الشفاه فقط باش ينحي لك هذاك الاسوداد، هذاك الخشونه، جفاف الجلد. تعملي سكراب هذا بهذه الطريقه لمده دقيقه، وبعد ذلك تغسليه. وفي طريقه للتقشير كذلك، تقدري تستعملي اللي ما عندهاش زيت جوز الهند تستعمل الفازلين والسكر كذلك، تذوب الفازلين وتخلط لها، تدهنها على البشره هكذا هكذا. مثلا فازلين، هذا مقشر ثاني يعني بهذه الطريقة هكذا. وبعد ذلك تدهن على دائرة الشفاه كلها. بعد ذلك تقوم برش السكر فوقها بهذه الطريقة هكذا، وتبدأ تعمل التقشير تاعها كذلك بهذه الطريقة كذلك رائعة، يعني إما بالوصفة الأولى أو الوصفة الثانية في التقشير، يعني الموجود عندك في البيت لمدة دقيقة. بعد ذلك تغسليه. يأتي الآن دور يعني الكريم الملون، الوصفة اللي تعطيك توريد للشفاه رائع، يعني كأنه بلسم للشفاه، يعني رائعة وطبيعية. هي عبارة عن الباربة، البنجر، الشمندر أو البيتراف، احنا في الجزائر نعيطولو البيتراف. هذا هو. تاخذي حبة تبشريها بشر ناعم في المبشرة الصغيرة الرقيقة، ثم تعصريها بيديك مثلا هكذا باليد مليح، تعطيك هذا المحلول. هذا المحلول تاخذي منه محلول البنجر يعني البيتراف، تاخذي منه ملعقة صغيرة هكذا، ملعقة صغيرة، ثم تضيفي لها ملعقة من زيت الغليسرين، زيت الغليسرين. واللي ما عندهاش زيت الغليسرين تقدر الغليسرين يعني تقدر تستعمل زيت جوز الهند، او تذوب قليل من الفازلين وتستعملها. ونضيف لها كذلك كبسولات الفيتامين او، نضيف كبسولة من الفيتامين او، الفيتامين اي، الفيتامين ها، هذه احنا في الجزائر نعيطولها الفيتامين او بالفرنسية، لكن بالانجليزي ينادونها الفيتامين اي او الفيتامين او. هذه 100 ملغرام، 100 ملغرام، هذه رائعة كذلك يعني لترطيب الشفاه. نأخذ واحدة فقط هكذا، نأخذ يعني نقابية هكذا يبانجل كيما هذه، نتقب في هكذا في من الناحية، ونعصرها هكذا هكذا، ونخلط جيدا. هذا يعتبر بلسم ترطيب يعني مرطب للشفاه،
يعطيك لون وردي طبيعي رائع، سوف يجعلك تستغنين عن أحمر الشفاه، يعطيك توريد طبيعي للشفايف. تخبيه في علبة في الثلاجة وتستعمليه يوميا كل ليلة. هكذا تاخذي منهم هذوك اللي نمسحوا بهم الأذنين هذو، وتعملي هكذا للشفاه على مستوى الشفاه كلها، يعني بهذه الطريقة هكذا، وتخليه كما راكم تشوفوا في الصورة لمدة 20 دقيقة حتى نصف ساعة، وبعد ذلك تغسليه يوميا. راح تحصلي على شفايف وردية رائعة. تقدري يعني اللي تقدر تبات به تبات به عادي، وتصبح تغسل فمها رائع. يعني ورد لك الشفاه يعطيك لون رائع. الروتين هذا لو كنت تستعمليه يوميا راح يعني يعطيك نتيجة مذهلة. واللي ما تقدرش تستعمل هذا السائل هذا، تقدر تأخذ حبة بيتراف هكذا بهذه الطريقة هذه هكذا، تاخذ فقط هكذا الحبة البيتراف هكذا، وتمسحها على الشفاه نتاعها هكذا، وتخليها مدة نصف ساعة وتغسل فمها، وبعد ذلك تدهني بالفازلين. هذه الطريقة كذلك رائعة، لكن الاختيار. نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفات الرائعة للشفاه، نتمنى تجربوها وتطبقوها. هي طبيعية لن تؤذي، بالعكس تعطيك فوائد طبيعية للبشرة وترطيب طبيعي. نتمنى إن شاء الله تزوروا فيديوهاتي، عندي بزاف وصفات رائعة في قناتي، زوروها راح تستفادوا بزاف وتعجبكم، وإن شاء الله يعني في مزيد من الوصفات الرائعة لكم. سلام حبيباتي، وإلى اللقاء.